شوف عطينا لقطة ركلة الجزاء. ركلة الجزاء أنا حسب رأيي محمد، أنا متابع لكرة القدم. نعم. ركلة الجزاء كان فيها احتكاك لكن يقدر يصفر يقدر ما يصفر. بارك الله فيك. فيها وعليها. أنا لي يا محمد، أنا لي ليست ركلة جزاء. نعم. خصوصا الظروف المحيطة بركلة الجزاء، أنت راك تلعب دير روحك في مكان الحكم. لما تكون عندك السلطة التقديرية ولقطة تقدر تقول 50-50. ما يقدرش يعطيها لك في الدقيقة الأخيرة. تلعب في المغرب في الأرض في بلد المستضيف والمغرب فايز 1-0، ما يقدرش يعطيها لك. هذه السلطة التقديرية. كاين ظروف محيطة بركلة الجزاء. نعم. أنا شخصيا نقول لك أني نميل أكثر لأنها ماهيش ركلة جزاء، لأني شاهدت واللي كيدوي على الاربيتراج يمشي يبكي لهيه، سير بكي في داركم ليه، سير داركم ليه وبكي. فهمتيني؟ حنا رداونا ديالنا 700 مليون ألف مرة. بغيتو نجبدوا لكم عالميا وافريقيا وكيف في كاع المحافل داونا ديالنا. كاس العالم. واحد نارية شي واحد ما شافش شي حاجة هانية. بالنسبة للحالة هذه اللي صارت في الدقيقة 93 تفسيريا للحالة، أنا بالنسبة لي مستوى التلاحم بالنسبة للعيبة الأفارقة هذا طبيعي. اليد كانت ما في حركة إضافية. البنية الجسمانية للاعب التنزاني أقل عن اللاعب المغربي، واللاعب التنزاني حاول يعني يحضن على الكورة، والمدافع المغربي من حقه المنافسة على الكورة. مستوى التلاحمات أنا بالنسبة لي تلاحم طبيعي، ونفس القرار هذا دعمه تقنية الفيديو. هلا هناك مسك واضح باستخدام اليد اليمنى على الذراع اليسرى للمهاجم، لكن هذا المسك غير مؤثر لأنه لم يعطل أو يؤخر أو يضعف قدرة اللاعب المنافسي أو يوقف اللاعب. هذه العناصر غير موجودة. هو يتحرك بنفس السرعة وبنفس الاتجاه مع اللاعب المهاجم. المسك موجود لكن هذا لا يعتبر مؤثر. هلا لحتى يكون شد يعني جذب لازم يرجعوا إلى الخلف، أو على الأقل ياخذوا إلى الجهة اليسرى، يسحبوا إلى الجهة اليسرى، يشد اللاعب المهاجم إلى الجهة اليسرى. اللاعب المهاجم مجرد شعر أنه هو في مكان يضعف فيه القدرة المنافسة وتحقيق فائدة، فاستفاد أو حاول يستفيد أنه اليد موجودة أو ماسكة، فعمل عملية سقوط. فهون سقوط ما في دفع إذا ما بتشوف اليد كانت مرافقة